إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الخميس بأحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد قضت المحكمة بحق المتهم الأول بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد لمتهمين 2، فيما أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات نافذة بحق 8 متهمين، وب4 سنوات حبسا نافذة بحق متهم واحد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، كل حسب المنسوب إليه. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلنت يوم الأربعاء 15 مارس 2023 عن توقيف متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل العمد في إطار مشروع جماعي والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وفي السياق ذاته كان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الشرقاوي حبوب قد كشف في لقاء صحفي أن المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء تشبعوا بالفكر المتطرف واعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي. وأكد المسؤول الأمني على أنه وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيها الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيها الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي حرازم بضواحي فاس قبل أن يتم ضبط المشتبه فيها الثالث بمدينة الدار البيضاء. شكرا على المتابعة.